وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اهلا وسهلا بكم. استطاع المنتخب الارجنتيني اللي هو يفوز على المنتخب الاسترالي في مباراة كانت سهلة، ولكن صعبها المنتخب الارجنتيني على نفسه، وكاد المنتخب الاسترالي ان يتعادل ويلعبوا وقت اضافي، ولكن مارتينيز حارس مرمى الارجنتين استطاع ان هو يصد اخر كوره في المباراه عشان يفوز المنتخب الارجنتيني ويواجه المنتخب الهولندي في دور الثمانيه. الارجنتيني تقدم ليونيل ميسي في المباراه الالف له كل الانديه اللي لعب لها، ويسجل هدف رقم 789 في تاريخه، ويفتح الفوز للارجنتين، وبيسجل الهدف التاسع في نهائي كاس العالم عشان يبقى تاني هدافين المنتخب الارجنتيني بعد جابرييل باتيستوتا ب 10 اهداف، بيعدي دييجو ارماندو مارادونا ب 8 اهداف. اول هدف للنجم ليونيل ميسي في خروج المغلوب في النوك اوت تعملق الحارس مارتينيز عشان تتاهل الارجنتين لمواجهه المنتخب الهولندي عشان يكرروا نفس الماتش في كاس العالم 2014 في قبل النهائي، واستطاعت الارجنتين تفوز بضربات الجزاء. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.